دي نصايح اقتصاديه للبنت المصريه الجزء الاول. لو بتشتغلي ويومك مش بيبدا غير بالقهوه من ستاربكس او من كوستا، فانت كده محتاجه في الشهر حوالي 1100 جنيه علشان تبداي يومك بس وانت رايحه الشغل علشان كوبايه قهوه واحده. انا جايبه لك طريقه تاخدي بيها نفس النتيجه بس بفلوس اقل بكتير. بسم الله الرحمن الرحيم. كده الاجابه ان احنا نشتري مكنه قهوه. معاكي يا اللي بتقولي غاليه، بس بحسبه بسيطه هقول لك هي ازاي احسن واوفر. من افضل الانواع لمكنه القهوه مكنه اسمها ديلونج ديديكا. لو دخلنا مع بعض على امازون هنلاقيها بحوالي 7000 جنيه. سيبنا من السعر دلوقتي، هنعمل ايه بقى؟ هنعمل جمعيه، على الاقل في 2 زيك في الشغل عندهم نفس الاهتمام، هنبعت لهم على الواتساب وهقول لهم فكره ان احنا ممكن نشتري مكنه القهوه عن طريق خدمه فاليو اللي موجوده على امازون، وهنقسط المكنه على 12 شهر حوالي 700 جنيه على 3 افراد، يعني 233 جنيه في الشهر لكل شخص، ونبقى امتلكنا مكنه القهوه خلاص. ولو نلاحظ ان احنا حاطين متوسط سعر الكوبايه 50 جنيه، يعني 1100 جنيه في الشهر، كده بثمن اسبوع قهوه من بره بقى عندنا المكنه بتاعتنا. نيجي بقى لتفصيله مهمه، هنعمل صفقه مع عم سعيد بتاع البوفيه وهنعلمه ازاي يستخدم المكنه. هيبقى محتاج شويه حاجات بسيطه علشان يعرف يشغل المكنه. الميه واللبن كده كده ضمن مستلزمات البوفيه اللي موجود في الشركه، والقهوه كل واحد منكم هيجيب كيس قهوه مطحونه وزن ربع كيلو من كوستا او من ستاربكس او من اي براند انت بتحبه، هيكون في متوسط 250 جنيه، هيكفيكوا اسبوعين لو انتوا 3. وطبعا هتستخدمي السيرما المج او المج اللي انت بتحبيه، وكده اركان القهوه اكتملت. مرتضى منصور اللي جواك هيطلع يقول انا استفدت ايه؟ الحقيقه انك استفدتي، انك وفرتي نص الميزانيه اللي رايحه لبند القهوه بس. ده لو افترضنا انك بتجيبي كوبايه واحده يعني في اليوم، وكده يبقى عندك رفاهيه انك تطلبي كوبايتين قهوه من عم سعيد، واحده علشان صداع نص اليوم وواحده وانت مروحه لصداع الطريق. في بقى تفصيله مهمه لو انت حربوه او بتحبي السيناريوهات، وجود مكنه القهوه في المكتب هيشجع زملاء تانيين ان هم يستخدموها. وهنا اهم تفصيله في الفيديو، هنعملهم زي تجار المخدرات، هندوقهم عادي واول ما يحبوها هندخلهم في الاقساط وشراء مستلزمات القهوه. احب اقول لك لو وصلتوا 6 مشتركين هتدفعي 100 جنيه قسط بس في الشهر، وهتحتاجوا ربع كيلو قهوه كل اسبوع، يعني نصيبك شاكب راكب شامل واجب عم سعيد حوالي 10 جنيه في اليوم، وتقفي بكل فخر تقولي احنا عندنا كوستا في الشغل. اما اصدقائي اللي عندهم قهوه امريكاني في الشغل ببلاش هتحتاجوا الفيديو ده قريب، لان الشركات دي هتعمل ترشيد في الانفاق، واول حاجه هيجوا عليها هي القهوه، فارجعي عيدي الفيديو من الاول علشان تعرفي هتعملي الخطه دي مع مين. وهنا عاوز اسال سؤال، لو الموضوع باظ والناس حبت تنسحب، المكنه هنا من حق مين؟ لو عجبتكم فكره مكنه القهوه اكتبوا لي في التعليقات، ولو بتعملوا اي افكار موفره بحاجات تانية اكتبوها لي برضه، وشوفوا باقي فيديوهات نصايح اقتصاديه للبنت المصريه.